صباحك مليان بالخير والنعمة والبركة. وأنا في العلية الرب كلمني عن أشخاص يمكن مش محسوبين وسط إخواتهم، ملهمش الوجود أو التواجد، حاسين إنهم مهملين أو كأنهم مش موجودين. بس أحب أطمنك وأقول لك كلمة الرب في هذا الصباح: أنت غالي جدا وليك خطة عظيمة مش هتغير فيك انت بس، ده هتغير في كل اللي حواليك وفي كل الأجواء القريبة والبعيدة من حولك. في نسب المسيح في إنجيل متى يقول كده الكتاب: ويسى ولد داود الملك. يسى يمكن شخص عادي، لكن خرج منه داود الملك. يمكن اللي حواليك عاديين جدا وإمكانياتك تبان بسيطة قوي، لكن منك يخرج ملك في اسم يسوع. وفي صموئيل الأول وأصح 16 لما الرب كلم صموئيل وقال له: اذهب إلى بيت يسى البيت لحمي لأن لي ابن هناك. فلما وصل صموئيل يقول الكتاب: وعبر يسى بنيه السبعة أمام صموئيل، فقال صموئيل ليسى: الرب لم يختار هؤلاء. بنيه السبعة يعني الثامن ده مش محسوب، مش موجود. فتى صغير أشقر مع حلاوة العينين، ده مكانه يرعى شوية غنم، ده وجهة نظر الناس والقريبين منه عليه. بنيه السبعة. فسألوا صموئيل: هل كملوا الغلمان؟ فقال: بقي بعد الصغير هوذا يرعى الغنم. لو حاسس انك صغير وامكانياتك صغيرة ومش موجود في الاحداث الكبيرة، الرب عايز يستخدمك في مسحة قوية جاية ليك انت. استقبلها واعلنها. اللي مش محسوب بين اخواته يقول الكتاب: قم امسحه لان هذا هو. فاخذ صموئيل قرن الدهن ومسحه في وسط اخوته. هللويا، ليك المجد يا رب. يمكن مش محسوب بين اخواتك، لكن الرب هيمسحك بمسحة ملوكية وسط اخواتك. وحل روح الرب على داود من ذلك اليوم فصاعدا. استقبل نقلة قوية روحية في حياتك. استقبل حضور الرب، روح الرب. قرن الدهن يسكب سكيبا عليك النهاردة، فتتغير من هذا اليوم فصاعدا. هللويا. استقبل معايا واعلني أختي العزيزة. يبارككم الرب. آمين.